يا مساء الفل عليكم وعلى كل متابعي قناة نيكست ويف وبرنامجكم رحلة إلى المجهول، ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. يلا بينا نبتدي النهاردة ونشوف هنتكلم عن ايه. ومبدئيا أسفة جدا على صوتي ده، وأتمنى تستحملوني الحلقة دي. النهاردة هنتكلم عن قلعة الشيطان هاوس كاسل، توجد بالتشيك. طبعا بتعتبر القلعة دي من أكتر القلاع غموض ورعب في العالم. بتقع القلعة القديمة دي شمال مدينة براغ في جمهورية التشيك، وبيحيط بها غابات كثيفة جدا وفيها طرق مهجورة بتضيف ليها طابع مخيف بيخليها كأنها خرجت مباشرة من قصة رعب. يا ترى اتسمت بقلعة الشيطان؟ الغموض الحقيقي ورا القصة في سبب بنائها. طبعا هي عكس معظم القلاع اللي اتبنت للحماية من الأعداء، وقلعة هوسكا اتبنت فوق حفرة عميقة جدا يعتقد إنها بوابة للجحيم. الهدف كان من بناء القلعة دي هو إغلاق الحفرة ومنع المخلوقات الغامضة من الخروج منها. يعني هم عملوا القلعة دي وكان هدفهم إن الحفرة اللي كانت فيها يحبسوا فيها المخلوقات الغامضة دي. الأساطير والروايات الغامضة بتقول إن كان في حفرة موجودة تحت القلعة عميقة جدا لدرجة إن القاع بتاعها كان غير مرئي، وإن الحفرة دي بيطلق عليها بوابة الجحيم. والأسطورة بتقول إن في أصوات صرخات بتيجي من الحفرة بالليل مع ظهور مخلوقات غريبة ليها أجنحة بتشبه الخفافيش. لما اتبنت القلعة دي كان في تجارب السجنة اللي كان محكوم عليهم بالإعدام فرصة إنهم ما يقضوش العقوبة بشرط إنهم يوافقوا ينزلوا للحفرة دي. وكان أول سجين وأول ضحية نزل للحفرة دي صرخ بعد ثواني بس من نزوله، ولما سحبوه وطلعوه كان كأنه كبر عشرات السنين وشعره بقى أبيض بالكامل. طبعا محدش عارف هو حصل له كده ليه، ويا ترى شاف ايه في الحفرة دي لما نزل. في روايات بقى بتحكي عن ظهور مخلوقات نصها بشري ونصها حيواني اتشافت بتتجول جنب القلعة بالليل. طبعا محدش عارف المخلوقات الغامضة اللي شافوها دي حقيقية ولا من نسج خيالهم. وكان بيتقال كمان إن خلال الحرب العالمية التانية احتل النازيون القلعة دي وعملوا فيها طقوس غامضة يعتقد إنها كانت بتهدف لاستعادة قوة خارقة. طبعا محدش عارف برضو هم كانوا بيعملوا ايه وأي قوة كانوا بيستدعوها وليه الطقوس اللي كانوا بيعملوها دي أصلا. نيجي هنا بقى لتصميم القلعة الغريب جدا. ما كانش فيه أي تحصينات من بره، والقلعة ملهاش أي أبراج مراقبة أو تحصينات عشان تواجه الأعداء الخارجية، وده اللي بيعزز وبيأكد فكرة إنها اتبنت عشان تخبي حاجة جواها أو محدش يعرف اللي بيحصل جواها ايه. كان في نوافذ وهمية جوه القلعة، وكمان جدرانها كانت صلبة جدا، وده كان بيزود من غرابة التصميم بتاع القلعة. كان في كنيسة فوق الحفرة اللي كانت بتسمى ببوابة الجحيم، واتبنت الكنيسة دي مباشرة فوق الحفرة الضلمة دي، ممكن يكون لمحاولة تقديس المكان أو عشان يبعدوا الشر عن المكان. الزوار بقى واللي كانوا بيشتغلوا جوه القلعة بلغوا إنهم شافوا بالفعل أطياف وأشباح غامضة وسمعوا أصوات همسات وخطوات رغم إن المكان كان فاضي بالكامل. في تقارير كانت بتقول إن الزوار كانوا بيحسوا ببرودة غريبة جدا وغير طبيعية في غرف معينة حتى في أيام الصيف اللي كانت بتكون حر جدا. هل بقى في ناس بتزور القلعة دي؟ في ناس بتزورها بالفعل لحد دلوقتي، وان القلعة مفتوحة قدام الزوار وبتعتبر وجهة شهيرة جدا للي بيحب الغموض والرعب. وكمان كان متاح للزوار انهم يستكشفوا الغرف القديمة والممرات الضلمة واللوحات اللي كانت على الجدران القديمة اللي هي كانت عبارة عن مخلوقات شيطانية وغير معروفة. وكمان بيحضروا جولات ليلية بيتحكي فيها قصص عن القلعة المظلمة دي.
ولحد النهاردة مفيش حد قدر يعرف ايه عمق الحفرة دي الغامضة اللي بتكون تحت القلعة. والقلعة ظهرت في العديد من البرامج الوثائقية عن الظواهر الخارقة مثل جوست هانترز، وان بعض الاشخاص اللي قضوا الليل هناك اتكلموا عن كوابيس غريبة وانهم بالفعل حسوا بالخطر. محدش برضو قدر يعرف لحد النهاردة هل اللي كان بيحصل جوه القلعة ده حقيقي ولا مش حقيقي، واللي اتشاف واللي اتسمع ده برضو كان حقيقي ولا كان مجرد خيالات. يا رب يكون موضوع النهاردة عجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات، وهستناكم تقولولي عن ايه أماكن تانية حابين أتكلم عنها وتكون غامضة طبعا ومثيرة. تنسوش طبعا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب لقناة نيكست ويف، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.